طب والنداهة دي جات لمّا حضرتك زُرت الإستوديو اللي كان بيتصوّر فيه فيلم، وحضرتك حسّيت ساعتها إنك حابب السينما أو عايز تبقى جزء من العالم ده؟ جزئيًا، إنما ال الأكتر إن أنا شُفت أفلام أو نوع تاني من الأفلام ما كنتش متعوّد عليه. يعني في الفترة دهيّة كُنّا بنتفرّج على الأفلام الأجنبية اللي هي أمريكية. ففي الفترة دي الموجة الجديدة الفرنسية نوفيل فاغ بالفعل. آه. فبالصدفة شُفت فيلم تقدري تقولي إنه سحرني بمعنى ما. كان فيلم إيه حضرتك؟ كان أوريو ذا نيجرو، اللي هو يمكن من أوائل الأفلام أو اللي هو فيلم بعد ما تشوفيه عايزة تشوفيه تاني، غير الأفلام التجارية اللي لمّا تشوفيها مرّة تبقى خلصت بالنسبة لِك مش ما يهمكيش تشوفيها شوية تاني. تاني. ده كان تأثير بمعنى إنه فتح وعي الواحد على إن في سينما مختلفة أوي. بعد كده جات الصدفة اللي أنتِ بتقولي عليها إن وده برضه كان الجو في نفس الوقت ساحر بمعنى ما بالنسبة لي يعني وما أعرفش ليه. بس حضرتك قُلت إن هو كان شيء غامض ساعتها، هل بعد السنين دي كلّها والأفلام اللي حضرتك أخرجتها، الرؤية وضحت؟ عرفت حضرتك إيه اللي شدّك فعلًا للسينما؟ الحاجة الأساسية إن السينما دي فن ممكن يبقى فن حقيقي مش مجرد فن للتسلية، فن للإمتاع مش للتسلية. بس